السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي وعزيزتي المشاهدة. والنهاردة بقى جبت لكم جزء كبير جدا من الحكاية زي ما كلكم طلبتوا مني. ولو انت جديد عزيزي المشاهد فانت لازم تتفرج على الفيديو كله علشان تفهم الحكاية الجامدة دي. اما لو انت جاي عزيزي وعزيزتي المشاهدة علشان الاجزاء الجديدة فالجزء الكبير ده محتاج ان انت تجيب اي حاجة تاكلها او تشربها او مشروبك اللذيذ وتعمل لايك بسرعة كده عشان نوصل الفيديو ده اكتر من 3000 لايك واشتراك علشان نوصل 100000 مشترك في اسرع وقت، وتنضم تحت في التليجرام علشان بننزل اي حاجه جديده اول باول. بس عزيزي وعزيزتي المشاهدة علشان ما اطولش عليكم اكتر من كده يا اساطير يلا بينا نبدا الحكايه. تخيل كده عزيزي المشاهد تكون حياتك مليانه كرب وشغاله 24 ساعه في 24 ساعه وطالع عينك وفجاه تموت اساسا من كتر الشغل، لكن فجاه بعد كده تقوم تلاقي بقى نعيم بقى ونظام مدلعك وقوتك بتزيد وانت نايم. هو ده بقى بطلنا سعيد. طبعا انت مش فاهم اي حاجه، ده كله هنعرفه قصتنا النهارده، فجهز مسلياتك اللذيذه حاجه تاكلها او تشربها ويلا بينا نبدأ الحكاية. بتبدأ قصتنا المرة دي مع بطلنا سعيد اللي كان شاب طالع عينه في الشغل لدرجة انه مات من التعب في عز شبابه، بس رجع للحياة مرة تانية في عالم مختلف. بس المرة دي قرر يخلي حياته مختلفة، وكان مقرر ما يتعبش نفسه ولا يتدرب حتى ولا يصارح حد على مكانه ولا اي حاجة من الكلام ده، وكان مستمتع بحياة الراحة والانتخة. بس فجأة وهو نايم وهو مرتاح بيجي جنبه جنية صغيرة بتعرفه على نفسها وبتقول له انها جنية النظام بتاعه، وبتطلب منه يتعاقد معاها فورا علشان يبدا مهمات النظام، لكنه بيرفض فورا وبيأمرها تبعد بعيد عنه. فبتتفاجئ الجنيه وبتساله عن سبب رفضه، فهي هتقدر تساعده ويسيطر على عالم الزراعه كامل. فبيقول لها انه عارف بالفعل ازاي النظام بتاعها بيشتغل، فهو ممكن يبان رائع من بعيد لكن في الحقيقه هو مرهق. ده غير انه مات في حياته السابقه من الشغل 24 ساعه، ومستحيل بعد ما حياته اتغيرت يلبس نفسه في الشغل النظام ده من جديد. فبتطلب منه يديها فرصه تبذل قصار جهدها علشان يبقى افضل، لكنه بيفضل مصمم وبيقول لها انه مستحيل يشتغل في الحياه دي مره تانية. فبتحس الجنيه ان بطلنا بيرفض يتعاقد معاها لانها مش بتشتغل بجد كفايه، وعلشان كده بتقرر تبقى اقوى. وبالفعل بتسيب بطلنا وبتبدا تعدل من النظام، وبعد شويه بتروح وهي فرحانه وبتقول ان نظام الموت عنده متعدل، وبتطلب منه يتعاقد معاها بسرعه، لكنه بيرفض وبيطلب منها تروح تشوف حد غيره. فبتمشي فعلا لكنها بترجع مره تانية بعد شويه وبتقول ان نظام الانضمام اتحدث، ولو انضم للبوابه هيكسب مكافآت كتير. فبيقول لها ان كده مفيش فرق بينه وبين الشغل، لكن الجنيه بتحس بالاحباط وبتكون مش فاهمه ليه عمال بيرفضها، وبتفتكر انها مش بتحاول كويس. فبتمشي مره تانية وبترجع بعد شويه، لكن قبل ما بتتكلم بطلنا بيوقفها وبيقول لها مش عايز يسمع حاجه، لكنها بتكمل بسعاده وبتقول ان النظام اتحدث دلوقتي وممكن يتعاقد معاها وهيحصل على جوائز كتير جدا من غير ما يتدرب بسبب نظام الاستلقاء، لكنه بيقول لها لا مش موافق. بس فجاه بيستوعب اللي قالته وبيقول لها ايه النظام ده، فبتقول ان النظام ابدي ولا يقهر، وعن طريقه هيبقى لا يقهر في عالم الزراعه حتى لو فضل نايم ومش بيتدرب. فبيقول لها ان الكلام ده كله كذب واكيد بتحاول تخدعه، لكنها بتقسم انها بتقول الحقيقه، وبتقول له انها لو بتكذب هيحصل غلط في النظام وهتموت. وبالفعل بيحس بطلنا ان الجنيه دي بتقول الحقيقه، وبيقرر يثق فيها ويجرب. واول ما بيتعاقد معاها بنجاح بيحصل على اول جايزه ليه وهي هاله الامبراطور. فبيتصدم بطلنا لانه انتقل من كونه بشري لعالم الامبراطور العظيم مباشره. ومش بس كده، ده كمان بيخترق للمرحله الثانيه من عالم الامبراطور العظيم بعد كده فورا لانه اتنفس بس، وكمان حصل على فاكهة هونج مينج. فبيتفاجئ بطلنا من قوة النظام ده وبيقرر ما يخفيش قوته يتباهى بيها بما انه بقى بالقوة الرهيبة دي بالفعل. وفجأة اول ما بيطلق قوته بتحصل هزة رهيبة في الطائفة وبيظهر نور شديد فبيصدم الكل. وبيتفاجئ رئيس العشيرة هو والوزير بتاعه وبيقول معقول تكون عشيرة تانية لينج بتواجه كارثة كبيرة جدا. فبيأمرهم الرئيس يدقوا اجراس ال9 زهور علشان يجمعوا كبار العشيرة للاجتماع العاجل، وبيقول ان القوة دي ممكن تكون بسبب ولادة امبراطور جديد، لان في اخر مرة شافوا فيها القوة دي كانت من 500 سنة فاتت. ويطلبوا من الخدم اللي معاهم يعملوا تحريات بسرعة ويشوفوا الامبراطور الجديد ده بينتمي لأنهي طائفة. بعدها بيروح الخدم علشان يبلغ الامبراطور ان اسم الامبراطور الجديد ده هو سعيد بينتمي لطائفة لينجيجان. وبيقعد اسامة يفكر بعد ما قوته زادت بسهولة وبيقول يا سلام لو الدنيا كلها كانت سهلة كده في حياتي القديمة، فانا عشت 26 سنة وعمري ما مسكت ايد بنت حتى. فتظهر له
الجنيه وبتقول له انها لحظه انه محتاج يلاقي شريك، وبتعرض له البنات المتاحه. فبتفاجئ ان النظام الاستلقاء بيساعده في ده برضه، وفعلا بتعرض له اكتر من 3 بنات شايفه ان هم هيكونوا مناسبين علشانه، وبتطلب منه يختار واحده منهم. فبيقول لها انه مش هيخليها تختار اي واحده، فهو مضطر يروح يقنعهم بنفسه، وبيحس ان دي هتكون مشكله. فبتنبئ له الجنيه ما ينساش ياخد مكافاه اختيار شريكه. فبيتفاجئ ان في مكافاه بالفعل، رغم ان لسه ما اكبرش يقنع اي واحده فيهم حتى. وبعدها بيعرف ان ليه امبراطوره اسره سيلانج العظيمه بتطلب تقابله. فبيفرح بطلنا سعيد ان النظام اختار له زوجه بالسرعه دي، وبتستغل الجنيه الفرصه وبتقول له امال انت فاكر ايه؟ ما انا قلت لك ان النظام ده ابدي ولا يؤخر. وبنروح عند القصر بتاع طائفه لينج، واللي كان متجمع فيه كبار الطائفه بسبب وجود امبراطوره عيله سيج العظيمه، وبيقعدوا يتناقشوا مين هو بطلنا سعيد ده اللي هو بيقولوا عليه ان هو الامبراطور العظيم. وبيقول الوزير انه ما سمعش الاسم ده قبل كده تماما. فبيسال واحد من كبار الطائفه اسمه بيانغ بما انه اسس الطائفه، فبيقول لهم ان هو عمره ما سمع الاسم ده قبل كده، حتى انه راجع السجلات كلها بتاع الطائفه ومتاكد ان ما فيش حد بالاسم ده. بس فجاه شانغ بيقول لهم ان هو افتكر ان المؤسس كان عنده سيد اسمه سعيد قبل كده. وبعدها بيقول فانغ ايوه صح، وده معناه ان جد سعيد هو الجد الحقيقي، وكان بيخفي هويته وهو بيحمي الطائفه طول الوقت ده. فبيطلب الرئيس من شانغ يروح يقابل الامبراطور، وبيأمر الباقيين يروحوا معاه لبركه السيوف علشان يحيوا السيد بتاعهم. ونروح لبطلنا سعيد اللي كان قاعد فجاه كده بيلاقي رئيس الطائفه مع رجالته جايين يحيوه. فبيسأل النظام اذا كانت دي جايزه برضه، لكنها بتقول له ان ده عمل تطوعي منهم وملوش اي علاقه بالنظام خالص. فبيقرر بطلنا سعيد يتعايش مع الوضع، وبيقول لهم يقوموا ما فيش داعي يتصرفوا برسميه كده. فبيقوم الرئيس وبيقول ان امبراطور العيله بتطلب ان هي تشوفه، بيسأل اذا كان يعرف السبب. فبيقول له ان ده ممكن يكون عشان طلب الجواز. فبيتصدموا ومش بيصدقوا اللي سمعوه، وبيقولوا ان ده مش طبيعي ان الامبراطوره تيجي علشان الجواز. فبيقول لهم ان هو محتاج يروح يحييها شخصيا بما انها هنا. وفي الوقت ده كانت الامبراطوره في القصر وفاكره ان بطلنا مش عايز يقابلها لانه اتاخر، لكن شانغ بيقول لها انه بيتدرب في الجبل وبيطلب منها تستنى شويه. وبيوصل بطلنا سعيد بعد لحظات مع الباقيين، لكنه كان لابس نفس لبسه القديم. فبتبص له الامبراطوره بشك وبتقول ان شكله ما يديلوش ان هو امبراطور اسطوري، وبتشك ان عراف المدينه غلط لما قال لها خبر ظهوره. وبيستوعب بطلنا سعيد انه نسي يغير هدومه، فبيطلب من النظام يغير له هدومه بسرعه تليق بشكله ومكانته. وبالفعل هدومه بتتغير في اللحظه دي لهدوم ملكيه. فمن بين كل الموجودين من هلة سعيد ومن فرحتهم مش بيكونوا مصدقين ان الطائفه بتاعتهم عندها حد بالقوه دي. وبتتفاجئ الامبراطور لما بتستوعب ان مستوى الزراعه سعيد اكبر من مستواها، فبتعرفه بنفسها وبتقول له ان اسمي يلين، وبتطلب منه ينقذ عيله سي. فبيتفاجئ خدمه الرئيس ان الامبراطوره اللي حطمت الست مماليك بتنحني قصاد بطلنا. اما بطلنا سعيد فبيقول لها تقوم، فهو عارف المشاكل اللي بتقابله، ولكنه تقاعد لسنين طويله ومش عايز يتورط مع العالم الفاني بعد كده. بتقول انها مستعده توافق على اي شرط مقابل ينقذ السلاله بتاعتهم، لكن بطلنا سعيد بيفضل متردد. فبتقول له انها مستعده تقدم له نفسها حتى ده لو ما عندوش مانع يعني. فبيتصدم الرئيس هو وكبير الطائفه من الامبراطور المستعده تضحي بنفسها، وبيقولوا له ان دي اهم اخبار في عالم الزراعه. وبيقعد بطلنا يفكر في رغم ان هو مهتم بالامبراطوره فعلا، لكن لو وافق ممكن يتعرض لمشاكل كتيره. بس فجاه بيلاقي جنيه النظام بتقول له ان الامبراطوره لين عندها جسم فينيكس المقدس النادر للغايه. فبيسالها ايه المميز فيه، فبتقول ان هو لو اتدرب مع شخص عنده جسم فينيكس وقتها هيقدر يزود قوته العالم كامل. فبيقرر بطلنا يخاطر علشان يزود قوته. بتقسم له الامبراطوره انها مش هترجع في كلمتها رغم انها عارفه انها تضحيه كبيره، لكنها كانت شايفه ان بطلنا موهوب جدا وما فيش حل قصادها غير كده. بيتنهب بطلنا كده وبيطلب منها تاخده للسلاله بتاعتهم، بس جواه كان هيموت من الفرحه لانه هيتجوز امبراطوره بالسهوله دي. لكن رئيس الطائفه بيقول له ان الطائفه بتاعتهم مش هتنجو من غيره، ولو اي عدو استغل الفرصه هتحصل لهم كارثه. وبيطلب منه يفكر مره تانية. فبتظهر جنيه النظام وبتقول لبطلنا انه حصل على تشكيل السيف الروحي للسماوات. فبيحس بطلنا انه مبسوط من النظام اكتر واكتر. وبعدها بيخرج روح السيف قصاد رئيس الطائفه، وبيقولوا انه مجرد ما يفعلها يضمن سلامه الطائفه. واول ما بيفعلها فبيتصدم كل الموجودين، وبيقولوا ان بالشكل ده الطائفه بتاعتهم هتعلى جدا بسبب قوه الامبراطور. وحتى الامبراطوره بتتفاجئ ان التشكيل ده يعتبر اقوى من تشكيل الدفاع الوطني بتاعها. وبتنبهر من طائفه لينج جيان، وبتطلب كيانج ياو من انه ياخدها معاه. فبتتفاجئ ان في بنت التانيه بتعرض نفسها عليه، وبيحس ان الوضع كده هيبقى صعب. وتظهر الجنيه مره تانيه وبتقول ان ياو عندها جسم روحي، وده جسم نادر للغايه انه مش بيظهر غير كل 10000 سنه. فبتقول ان اللي عندهم الجسم ده بيكون مخلص وموثوق، هتكون على توافق معاه كبير جدا. فبيقرر يقبل عرض ياو، وبيقول لها من دلوقتي هتبقى معاه. فبتفرح وبتشكره، وبيقول رئيس العشيره ان ياو بالشكل ده هتضمن مستقبل ملوش حدود. وبعدها بتستدعي الامبراطور عربيه العنقاء بتاعتها. فبيتفاجئ الكل لانها بتعتبر كنز
كنز من المستوى الامبراطور. ويقول بطلنا في نفسه ان العربيات الغاليه في العالم الزراعه ده شيء رائع، وبيفتكر ان عمره ما اشترى عربيه في حياته السابقه. فبتسمع ان سوم افكاره بيتقدم له مركبه من مستوى الامبراطور، وهي عربيه التنانين السته الامبراطوريه. وعلشان كده بيقترح بطلنا سعيد على الامبراطوره ان هو ياخدها في عربيته، فبتوافق، لكنها بتقول في نفسها ان عربيه العنقاء ده شيء نادر، وبيكون عندها فضول تشوف نوع الكنز اللي مع بطلنا. فبيستدعي بطلنا سعيد العربيه. بيتصدم الرئيس وكبار العشيره لما بيشوفوها، وبياخد بطلنا الامبراطوره وياه، وبيأمر التنانين ينطلقوا لعائله سيجي العظيمه. بنروح عند عائله سيجي وبنشوف تكوين الدفاع الوطني بتاعهم بيحاوط كل العاصمه، وده بفضل قوه المعلمه الكبيره بتاعت الطائفه هي وتلاميذها. ولكن بسبب استخدام قوه زراعتهم بشكل كبير والهجوم المستمر من امبراطوره شوان، فهم كانوا مرهقين. لكن المعلمه بتأمرهم يصمدوا لحد ما الامبراطوره ترجع. واثناء ده كان في 2 من جنرالات الامبراطوريه موجودين حوالين الطائفه وبيهجموا على مصفوفه الدفاع الوطني بتاعتهم، وبنشوفهم وهم متضايقين لان رغم المصفوفه تبان ضعيفه لكنهم مش عارفين يكسروها. بيقول انه ما كانش متوقع ان تكتيكات الامبراطوريه تكون ذكيه كده بالشكل ده، لكن شيانج بتستغرب وبيساله ليه. بيقول له هو كده، فبيقول له بطلنا انها قللت نطاق الدفاع وخليته حوالين العاصمه، وده زود من قوه وفعاليه مصفوفه الدفاع الوطني. بس بيقول له يكمل الهجوم على المصفوفه ويسيب الباقي عليه، وبعدها بيخرج رمح التنين بتاعه بيهجم بيه هو كمان على المصفوفه. وللاسف كانت قوه المعلمه بتخلص في الوقت ده، بس لحسن حظ بطلنا بيوصل في نفس الوقت وبيوقف الرمح بنفسه. بيتفاجئ الجنرالات من اللي حصل، بيشوفوا بطلنا فبيبص له جيانج بغضب وبيساله ليه بيتدخل في اللي ما يخصهوش. اما سونغ فبياخد باله من عربيه الست تنانين اللي بطلنا راكبها، وبيقول ان اكيد الشخص ده راجل تقيل وليه مركز. بيتعرفوا من الامبراطور على بطلنا وبتقول ان ده الامبراطور سعيد من طائفه ليانغ جان. لكن جيانج بيستهزأ بيه وبيقول لها ان دي طائفه من الدرجه التاسعه ولا ايه، لان هو ما سمعش عنهم قبل كده. فبتتعصب يا وبتقول له ان ده مش مسموح له يتكلم عن الطائفه بتاعتهم بالشكل ده. فبيقول لها ان هي شقيه في مرحله التجميع وما عندهاش اي حق تتكلم قصاد حد في مرحله الامبراطور العظيم. فبتقول الجنيه لبطلنا ان هو هياخد هديه لان بيتم احتقار طائفته، والهديه دي هي نسخه من التقنيه النجميه تيان جانج العالم الشر. وعشان كده بيقول لهم بطلنا بكل ثقه ايه رايكم تواجهوني انتوا الاثنين. فبيتعصب جيانج وبيقول له انت مين وازاي تجرؤ تتكلم كده معايا، ده انا الامبراطور شوانيو. لكن سونج بيهديه وبيتكلم مع بطلنا باحترام شديد، وبيقول له ان عندهم اوامر باستدعاء الامبراطوره ايه، وبيطلب منه ما يتدخلش. فبيرد بطلنا بثقه وبيقول له طب لو رفضت. وفي نفس الوقت بتقول له الجنيه ان مستوى زراعه نجم تيان جانج وصل لمرحله الاتقان، وده بسبب نيه قتله. اما سونج بيرد عليه وبيقول له اذا ما تلومناش على اي حاجه هنعملها. فبيسال بطلنا الجنيه ايه هو تاثير نجمه تيان جانج دي. فبتقول ان هو يقدر ياخد هجمات مباشره من حد في نفس قوته هيردها له بضعف القوه مره تانية. علشان كده بيقف بطلنا بكل ثقه وبيقول لهم ان هما ما يستحقوش ان هو ياخد اي اجراء معاهم، بس هيديلهم فرصه 3 مرات، ولو حد فيهم قدر يسيبه وقتها الامبراطوره هتكون تحت تصرفهم. بتتفاجئ الامبراطوره من كلامه حتى هي وبتقول له بلاش يخاطر بالشكل ده، فالشخصين دول اقوياء جدا، لكنه بيطمنهم ان هم مش هيقدروا يأذوه. فبيقول له جانج بثقه انه لو قدر يتحمل 3 لكمات منه هيلف ويرجعوا. فبيطلب بطلنا منه يبدا، وبالفعل جانج بيهجم عليه، لكن بيتصدم ان 90% من قوته اختفى في لمح البصر، وبيدرك مهاره بطلنا، لكنه بينطلق للهجوم مره تانية بقبضه التنين، لكن المره دي مش بيقدر يلمس بطلنا تماما. فبيبص له بطلنا بكل ثقه وبيقول له هل ممكن ان عالم الامبراطور بتاعك كان مجرد للتفاخر بس؟ فبيتعصب جيانج وبيقرر يستخدم القبضه المدمره الروحيه، وشكله بيتحول لشكل شبه الوحش وبيهجم على بطلنا بكل قوته. لكن بطلنا بيستخدم قوه تكسير كيوانج ومش بيقدر جيانج يلمسه. فبتفاجئ يوم من قوه بطلنا وبتشك الامبراطوره ان قوته اتخطت مستوى الامبراطور، لانه قدر يستقبل ضربه بكل قوه واحد في مستوى الامبراطور العظيم. وفي الضربه الاخيره بيستخدم بطلنا قوه نجم تيان، فبترجع الضربه لجيانج مره تانية بضعف قوتها. فبيصاب جيانج بشده وبيقول ان اكيد وانغ بيستخدم خدع قذره وبيكون عايز يجرب 3 ضربات كمان، لكن سونج بيقول له بلاش يتهور لان جسمه متدمر بالفعل. وبيبص له بطلنا بتهديد وبيقول له طب يلا جرب لو عايز، لكن سونج بيشكره لانه كان رحيم معاهم وبيقول له ان هم هيلتزموا بالاتفاق وبعديها بيمشوا. وبتروح يا وبعدها تطمن اذا بطلنا مصاب، لكنه بيطمنا انه بخير. وبتقول له الامبراطوره ان التكتيك بتاعه كان مذهل، وبتقول له انه عمل معاهم معروف كبير ومش عارفه تشكره كفايه على اللي هو عمله. بتطلب منه يشرفهم في المأدبه اللي هم عملوها في القصر. فبيوافق بطلنا بما انها دعوه من الامبراطوره، وبينزلوا كلهم للعاصمه. فبيروح الوزير يستقبلهم وبيتعرفوا الامبراطوره على بطلنا وبتقول ان هو هيكون قائد سلاله سيجي العظيمه. فبيحييهم كلهم وكالعاده بيكسب مكافاه على ده، والمكافاه كانت عباره عن نقط جداره. وبيتعصب بطلنا اول ما بيسمع كده وبيمسك رقبه الجنيه بغضب وبيقول لها ايه النقط دي؟ هو انت حطيتي اي مهمات من غير ما تقولي لي ولا ايه؟ بامورها تقول له الحقيقه والا هيلغي التعاقد
التعاقد فورا. فبيقول لها النقط دي في نظام الزراعه العادي ما فيهوش اي حاجه زي دي المفروض. فبتطلب منه يهدى ويسيبها عشان تشرح له، وبالفعل وانغي بيسيبها. فبتقول له ان ده نقاط الجداره بياخدها من خلال احترام الناس ليه، او من خلال عمل الخير وانقاذ الارواح وشفاء المصابين، او من خلال خدمه البلاد. فبيقول لها اذا لو بقيت شخص كويس قوتي هتزيد. طب ايه موضوع بقى الزراعه بقى؟ بتقول له ان مش سهل يجمع خبرات كتيره، لكن الامراء والوزراء المحترمين بيحصلوا عليهم بكل سهوله، ومجرد ما يستخدم نقاط الجداره علشان يحصل على جسم الدراما وقتها مستوى زراعته هيزيد. فبيقول لها اذا الملكه بتزود مستوى زراعتها عن طريق جسم الدراما. فبتقول له لا. فالامبراطوره عندها اسلوب نادر للزراعه المزدوجه، وبسبب تغيير مزاج بطنة بتحس الامبراطوره انه مش معجب بالعاصمه، لكنه بيقول لها انه افتكر شويه احداث قديمه مش اكتر، وبيحس ان قيمه الامبراطوره بتزيد. وبيتحركوا بعد كده كلهم للقصر، وفي الطريق بتلاحظ جو احترام الناس لبطنة، فبتفرح جدا ببطنة وبتقرر تفضل معاه مهما حصل. فبتوصل بعد كده الامبراطوره القصر، فبيبارك لها الخدم على الانتصار، لكنها بتقول لهم ان ده كله فضل بطنة، وبتطلب منهم يحضروا مأدبة ليهم. وبعدها بتسالهم ليه المعلمه ما جاتش ترحب بيهم. فبيقولوا لها انها مش هتقدر تيجي لانها استخدمت قوتها اكتر من اللازم اثناء حمايه البلاد، وللاسف حالتها مش مبشره خالص. فبتتعصب وبتقول له ما قلتليش ليه من بدري. وبعدها بتطلب منه ياخدها تشوف المعلمه. بعد لما بتتعصب الامبراطوره لما بتعرف اللي حصل للمعلمه بتاعتها ومحدش قال لها لحد دلوقتي، بتسال الخدم عن مكانها الحالي. فبيقولوا لها ان هم رجعوها مره تانية لجناح الاسرار السماوي. فبيتكلم بطلنا سعيد مع الامبراطوره وبيقول لها ايه رايك تروحي تزور المعلمه الكبيره الاول. فبتعتذر الامبراطوره على تصرفاتها قصاده، وبتقول انها فقدت التحكم في نفسها واكيد كان شكلها مضحك جدا بالنسبه له. وبتطلب منه سماحه، لكنه بيقول لها ما تشغليش بالك مفيش حاجه حصلت يعني. وبنروح عند المعلمه الكبيره اللي كانت نايمه من التعب، وموجوده حواليها الطلاب بتوعها اللي كانوا بيساعدوها اثناء حمايه العاصمه من هجمات امبراطوريه شان. وكان الطلاب بيعيطوا متضايقين جدا بسبب حالتها، وبترجوها ان هي تتماسك وما تسيبهمش لان هما مش هيعرفوا يعيشوا من غيرها. في الوقت ده بتوصل الامبراطوره ريو وهي بتجري وبتقول لها سيدتي، وبتعتذر لها لانها وصلت متاخر. لكن رغم تعب المعلمه وحالتها الحرجه الا انها مش بتكون مهتمه بكل ده، وبتقول لها هو انا قلت لك كام مره قبل كده ان انت ما تقوليش سيدتي واندهيلي باسم المعلمه الكبيره قصاد الناس. بيكون بطلنا سعيد مع الامبراطوره وبيشوف المعلمه الكبيره وهي بالحاله دي، فبتتفاجئ وبيزعل لان الست الجميله زي دي على وشك ان هي تموت، وبيحس بالشفقه عليها. ولما المعلمه بتشوف بطلنا بتشكره لانه انقذ الامبراطوره لين وكل عيله سيك كمان. فبيبتسم بطلنا سعيد بكل لطافه وبيقول لها مفيش داعي للشكر ودي كانت حاجه بسيطه مش اكتر. ولما الامبراطوره بتشوف حاله المعلمه بالشكل ده بتؤمر الخدم بسرعه وبتقول لهم نستدعوا الطبيب علشان يعالج المعلمه الكبيره. لكن المعلمه الكبيره بتقول لها ان مفيش داعي لده لان في حالتها الحاليه مفيش غير حبه الحظ التسعه بس هي اللي ممكن تنقذها، وعلشان كده بلاش تضيع مجهودها. بس فجاه جنيه النظام بتظهر لبطلنا وبتقول انها قدرت تحدد ان في حد محتاج علاج، وهو معاه حبه عاليه المستوى من حبوب الحظ التسعه وممكن يستخدمها في انقاذها. فبيتضايق بطلنا بيتعصب وبيقول جواه ان جنيه النظام دي غبيه وبيتدخلوا في مشاكل. بيقعد بطلنا يفكر اذا كان المفروض يحتفظ بالحبه دي ولا يضحي بيها وينقذ حياه حد، بس في النهايه بيقرر يتخلى عنها وبينده على الامبراطوره وبيقول لها بلاش تتضايق ولا تزعل لان بالصدفه معاها حبه الحظ التسعه دي. بيقول في نفسه ان حياه الانسان اهم من اي حاجه، ولو الجميله دي ماتت هيحس بالعار وهيكون زعلان. فبتتفاجئ الامبراطوره وبتقول له ان الحبه دي قيمه جدا بتشكره بكل احترام وامتنان، وحتى اتباع المعلمه بيتفاجئوا بيفضلوا يشكروه على كرمه. واول ما المعلمه بتاخد الحبه منه بتقوم بكل قوه بتتفاجئ جدا وانغ، بس بيقول جواه ان حبه الحظ التسعه دي عندها تاثيرات خاصه، وده بيفسر هي ليه مش موجوده غير في عالم الخالدين الاعلى. وحتى الامبراطوره بتصدم وبتسالها اذا كان اخترقت لعالم جديد ولا حاجه. فبتقوم المعلمه وبتقول ان ده بفضل مساعده الدواء بتاع الامبراطور، فهي مش بس عالجت الاصابات بتاعتها ولكنها اخترقت للمرحله النهائيه من المرحله الملك السابق. فبيبتسم بطلنا سعيد وبيقول لها ان دي كلها حاجات تافهه ومفيش داعي انها تذكر الموضوع بالشكل ده. واثناء كلامهم بيروح واحد من الخدم للامبراطوره وبيقول لها ان المأدبه اللي طلبتها منها بقت جاهزه، فعشان كده بتبص الامبراطوره سعيد وبتطلب منه ان هو ينضم ليهم. فبيقول لها ان هو موافق مش هيقدر يرفض طلبها. فبتاخدوا المأدبه وتروح المعلمه كمان معاهم، وبيبدا العرض الترحيبي ببطلنا وبيحضروا مشروبات كمان. فبيحس بطلنا بالقلق لانه ما يشربش عصير من ساعه ما انتقل للعالم ده، وبيقول يا ترى هيكون قوي ولا تاثيره عليا عادي. بس جنيه النظام بتظهر له تاني بتقول له ان هي قدرت تحدد على انه على وشك خلاص ان هو يشرب مشروبات. بتقول له ان هو حصل على قبضه تنين تحويل المشروبات ليها اللي بتقلل تاثيرها، والقبضه دي ممكن تحول السموم المحوله والطبيه لطاقه حقيقيه، وكمان بتحسن من سرعه رد فعل الجسم بشكل كبير. فبيفرح بطلنا لانه بالشكل ده هياكل ويشرب اي حاجه وهو مطمن ومن غير ما يحس بالقلق. واثناء الاحتفال بتقوم الملكه وبتمسك اول كاس بتاعها وبتقوم تحيي بطلنا وبتقول ان الكاس ده نيابه عنها هي وجناح تيانج كامل، وبتشكر بطلنا انه يقرر يتبرع بالدواء بتاعه وانقذ المعلمه الكبيره. وبعد ما بتشرب اول كاس بتمسك كاس تاني وبتقول ان ده نيابه
نيابة عنها هي وكل مواطن من عيلة سيجي العظيمة. تقول من دلوقتي هيبقى رئيس عيلة سيجي العظيم. فبيتصدم كل الوزراء الحاضرين. الوزراء في الوقت ده بيكونوا مصدومين وبيقولوا مين اللي هيبقى رئيس بالظبط، وبيتصدموا لان الموضوع حصل فجأة، بس بيفرحوا وبيقولوا ان بالشكل ده عيلة سيجي هيبقى عندها 2 خبراء من العالم الامبراطور، ومفيش كده حد هيقدر يبص لهم بدونية ولا يعمل لهم اي حاجة في المستقبل. لكن الامبراطورة بتأمرهم يبطلوا الكلام علشان هي تكمل، وبتقول لهم انها تطلب من الاستشاري الكبير انه يختار يوم كويس، وده علشان هيكون يوم كويس علشان يعملوا فيه حفلة الزفاف مع الامبراطور بطلنا سعيد. لكن المعلمة الكبيرة بتتفاجئ وبتقول لها ان ده حدث رئيسي ومهم وما ينفعش تستعجل بالشكل ده. لكن الامبراطورة بتقول لهم انها اقسمت يمين انها مش هتتجوز اي حد غير الامبراطور بطلنا، وبتسألها هي ليه بتعترض على القرار ده. فبتقول المعلمة انها مش معترضة ولا ضد جوازها، ولكن الجواز محتاج احتفالات واداب خاصة من ناحية الزوج، ولو عيلة سيجي العظيمة اتعاملت مع كل حاجة بنفسها يكون واضح ان طائفة لينج بتهمل كل حاجة وبتتجاهل الامبراطور بطلنا سعيد. فبيقعد سعيد يتفرج عليهم هما بيتجادلوا وبيكون مستمتع جدا لانه بيتفرج على بنات جميلة بيتجادلوا مع بعض، وبيقول ان الرحلة دي كانت تستاهل التعب بتاعها. فبتظهر جنية النظام فجأة تاني وبتقول له انها لاحظت ان هو هيتجوز وبيتحضر له مكافأة خاصة بالحدث ده. فبيتعصب وبيقول لها تسكت لان الجواز لسه ما تأكدش اصلا وانها بتستعجل في الموضوع. وفجأة بيسمعوا صوت واحد قريب منهم وبيقول لهم ان سمع ان في خبير عظيم جه لعيلة سيجي العظيمة. بعدها حد بيقول ان الوزير وين وزير عيلة شوان جاي هنا علشان يحضر الاجتماع. فبيتصدم كل الموجودين وبيقولوا له هو ليه جاي، وبتقول من الامبراطورة وهي مصدومة وقلقانة وبتقول انها ما كانتش متوقعة ان هم يبعتوا الوزير وين لان جاي بنفسه لحد هنا، ومن الواضح ان السماء كلها ضد عيلة سيج. فبيسألهم بطلنا سعيد هو مين الوزير وين ده اصلا. فبترد المعلمة الكبيرة وبتقول ان عيلة شوان فضلت صامدة الالاف السنين ودلوقتي عندهم امبراطور واحد ووزير و4 جنرالات وكمان مجموعة من 7 خبراء في العالم الامبراطور، والوزير وين ده واحد من الاتنين الوزراء وهو الوزير اليساري. فبيرد بطلنا بكل بساطة وبيقول لهم هو مش في مستوى عالم الامبراطور، ليه خايفين ومرعوبين للدرجة دي. فبترد الامبراطورة بقى وبتقول ان الوزير اليساري وين ده مش مخيف بسبب قوته، ولكنه يعتبر الحكيم الاول الخاص بعيلة شوان، وكمان سيد التخطيط وتخطيطاته دايما ما بيكونش فيها غلطة، وممكن يدمر امة كاملة وينقذهم بمجرد فكرة واحدة من افكاره مش اكتر. فبتكلم بطلنا مع جنية النظام وبسألها ايه هو العالم اللي الوزير وان يانج موجود فيه. فبتعتذر الجنية وبتقول له ان الوزير ده مش ضمن النطاق التحديد بتاعه ومش هتقدر توفر له معلومات صحيحة ودقيقة. فبيقول لها تمشي دلوقتي، ولكنه متأكد ان هم هيقتلوا يوان لان ده قريب جدا، وبالفعل بتختفي الجنية. بعدها بنسمع الوزيرين واقف بره ومش عايزين يدخلوه. فبيقول لهم هو الخبير اللي عندكم ده مش عايز يقابلني ولا بيستقل بيا وبيبص لي باستخفاف. فبتروح الامبراطورة تتكلم مع بطلنا وبتطلب منه بكل ادب انه يمشي بسرعة من المكان ده علشان ما يتورطش مع كل المشاكل بتاعت عيلة سيج دي تاني، وبتعتذر له وبتقول انها مش هتقدر تسدد دينها ده في حياتها دي. بعدها بتتحرك علشان تروح تقابل الوزير، لكن المعلمة الكبيرة بتوقفها وبتقول لها انها ما ينفعش تعمل كده ولا ان هي حتى تسمع كلامهم، لانها لو استجابت لمطالبهم بالشكل ده هيقع ملايين من المواطنين، مش هيبقى في امبراطورية سيج في الحالة دي، وان هم هيعانوا كمان طول حياتهم. بعدها بتروح شياو بتتكلم مع بطلنا وبتقول له ان التعامل مع عيلة شوانيان بقى مش سهل تماما، مش هيقدروا يعبسوا معاه، وعلشان كده بتطلب منه يرجعوا لطائفة لينك جيان. لكن بطلنا بيرد عليه بكل هدوء بيقول لها انه يا دوب شرب بس كاسين، ولكنه في حد جه بالفعل علشان يعمل مشاكل، وبيقول ان الموضوع مش مقبول بالنسبة له، وعلشان كده بيروح يتكلم مع الامبراطورة. لكن فجأة المعلمة الكبيرة بتقاطع كلامه، بتقول له ان سيادة الامبراطور عنده رحمة وشفقة عليهم، وبتقول ان امبراطور السج العظيمة في ضيق وازمة شديدة. فبينزل كل خدم الوزراء على ركابهم وبيبداوا يمجدوا ويعظموا في بطلنا، وبيقولوا ان هو عنده احسان وفضيلة ووجوده بيعتبر نعمة للامبراطورية السج وكل شعبها، وبيحاولوا يضغطوا عليه بالشكل ده علشان ينقذهم. فبيتضايق بطلنا لانه اتاخر وقدر الجولين ان هي تسرق منه الاضواء. اما بالنسبة للامبراطورة فبتقول لهم بغضب ان الامبراطور بطلنا يعتبر ضيف مميز جدا لعيلة سج العظيمة، فازاي يجبروه يقاتل عشانهم. لكن بطلنا بيوقفها وبيقول لها بلاش تبقي متضايقة وغضبانة بالشكل ده، فمواجهة الوزير اليساري ده مش هتكون مشكلة بالنسبة له، وبيقول لها انه هيرجع بسرعة، يعني مشوار صد رد كده على السريع. فبتحس الامبراطورة بالامتنان والخجل الشديد، حتى ان خدودها بتحمر وبتقول لبطلنا ان المعروف ده مش هيقدروا يردوه ولا هيقدروا يسددوا الدين ده بالشكل الكامل، وبتقولوا ان هم كلهم هيفضلوا مستنيين رجوعه بهدوء وهو منتصر وبخير. وفي الوقت ده بنشوف الوزير اليساري وين وهو واقف فوق حاجز الدفاع الوطني بتاع العاصمة، ولما محدش بيخرج يتكلم معاه بيتضايق وبيقول ان من الواضح ان عيلة سج العاصمة
تفضل ان هي تشرب على انها تحقق السلام معاه، وبيبدا يحضر هجومه الخاص بيه عن طريق البرق. ولكن بيوصل في نفس اللحظه بطلنا وبيطلب منه يوقف الهجوم بتاعه، فبيوقف الوزير وين هجومه فعلا، وبيقف يتكلم مع بطلنا وبيقول له بقى انت الامبراطور مش كده؟ فبيرد بطلنا وبيقول له انه مجرد محارب شخص عادي ما يستحقش اهتمام الوزير ين. فبيوصل الوزير بدهشه وبيقول جواه ان الشخص ده حطم جيانج يوم بحركه واحده، ومن الواضح انه ما ينفعش يقلل منه ابدا. وبعدها بيرد على بطلنا بيقول له انه متواضع جدا، وكمان بيحاول يغريه ان هو ينضم لهم، وبيقول له ان هو لو جه لعيله شوان وقتها مكانته مش هتبقى اقل منه تماما. لكن بطلنا بيفضل مصمم على كلامه، بيقول له انه مجرد راجل بسيط عايش في الجبال ومتعود على الخشونه وما يستحقش ولا يليق بمكتب عالي وثروه زي دي. بعدها بيكلمه باحترام وبيقول له اسمح لي انصحك نصيحه واحده كراجل عاقل وحكيم، والنصيحه هي ان من الافضل ان عيله سيج وعيله شوان ما يأذوش حد ولا يدعوا علاقتهم معاهم، ومن الافضل ان هم ينسجموا مع بعضيهم. فبيرد الوزير وبيقول له ان الامبراطوره يلين قتلت وذبحت كتير من الممالك السته، وعلشان كده هم بيحاولوا يحققوا العدل مش اكتر. فبيقول له سعيد ان وسائل توحيد الدول السته كانت جذريه واتعملت باستخدام القوه، الا ان السلام كان متاثر من وقتها، وده شيء عظيم جدا. بيقول الوزير يان لبطلنا ان من الواضح انه بيحاول يستخدم اسلوب الاقناع معاه، ولكنه جاي النهارده وبيتصرف حسب الاوامر، ولازم ياخد الامبراطوره يي ويرجعها معاها. فبيرد سعيد وبيقول له انه بيحترمهم كل حاجه، وعلشان كده بيطلب منه يحاولوا يستمتعوا النهارده بالدردشه اللي حصلت بينهم، وان هم يكملوها ويحاول يتجنب اي مشاكل. ولكن الوزير بيبدا يفقد اعصابه، بدا ان هو يتكلم باسلوب حاد وبيقول له ان الخلافات والمشاكل بين الامم لابد منها ومن المستحيل يتجنبوها للابد. وبعدها بيبص له بيقول له ولا انت ايه رايك؟ قول لي لو عندك يعني اي حل تاني في دماغك. فبيبتسم بطلنا بثقه وبيقول له ان المعارك بين الساده المحترمين مش لازم تبقى عن طريق القتال بالسيف، فهو يقدر يكسب عن طريق الكلام او الالعاب العقل عادي. فبيرد الوزير وبيقول له ماشي خلاص انا موافق على معركه بالعقل، والصالح هو اللي هيكسب في الاخر، لكن اهم حاجه ما تجيش تقول لي ان مش عادل لو كسبت في الاخر. فبيضحك سعيد جواه بسخريه وبيقول في نفسه هي مبارزه معايا؟ استنى بس وهتشوفني وانا بكسبك من غير ما افكر اصلا، ده انا هعمل من وراك شاورما. انا عارف ان انتوا عزيزي المشاهد بتحبوا الكلمه دي قوي، فحبيت احطها لكم يعني. وقبل ما يبداوا بيطلب الوزير ان هم يعملوا رهان في الاول، ولو سعيد كسب مش هيقرب من الامبراطوره، ودي تبقى اخر مره ان هو يشوفها، والمباراه هتكون جوله واحده وبعدها بيخرج لعبه طاوله. فبيتصدم سعيد لان الوزير ناوي يلعب بالقواعد، ولكنه ما يعرفش هو ازاي يلعب اللعبه دي اصلا. انت جيت كحاله عمتها ولا ايه يا عم؟ لا فوق كده. بس جنيه النظام بتظهر وبتقول انها قدرت تحدد ان هو بيستعد للعب الطاوله، وعلشان كده هي بتنشط نظام الفاجو. فبيتعصب سعيد وبيقول لها استني يا غبيه، انت هو النظام ده نفس النظام اللي كان بيستخدم الذكاء الاصطناعي بتاع الارض ولا ايه علشان يلعب الطاوله؟ فبترد الجنيه بكل فخر وثقه كده وبتقول له ايوه عيب عليك، لا وكمان احدث اصدار موجود منه ممكن يفوز على اللاعبين المحترفين على مستوى العالم كمان، وبتقول له على اسم اصعب تكنيك لعب كمان، وبتقول ان هو ممكن يفوز عليه. فبيتصدم سعيد وبيفرح جدا لما يسمع ان هو ممكن يفوز عليه في اللعبه الصعبه دي كمان، وعلشان كده بيرد على الوزير بسرعه وبيقول ان هو موافق على كلامه، وكمان بيخليه يعمل الخطوه الاولى في اللعب. فبيتفاجئ كمان الوزير ان بطلنا سعيد ناوي يخليه ياخد الخطوه الاولى لنفسه، بس اللي بيصدمه اكتر هو ان بيلاقي سعيد بيقول له لا مش هسيب لك الخطوه الاولى وبس، ده انا هسيبك اول خطوتين بحالهم كمان، يلا يا عم انا عملت اللي عليا وزياده اهو. واول ما الوزير بيسمع كده بيرد عليه وهو مصدوم وبيقول له ان هو بالشكل ده بيستهزأ بيه ويستقل بيه، فهو معروف بانه افضل لاعب طاوله في الممالك كلها. يا عم انت لسه شفت حاجه الكلام ده طبعا قبل بطلنا ما يكون موجود اصلا. عشان كده سعيد بيرد عليه بكل ثقه وبيقول له انه قال كلمه رجاله مش هيقدر يرجع فيها ولا ينزلها الارض، وبيقول له انه عارف العواقب ولو قدر يكسبه ويتغلب عليه هيقبل اي عقاب هو هيقوله له. فبيرد الوزير وين هو مصدوم وبيخرج السيف بتاعه بيقول له انه لو خسر هيتخلى عن السيف ده وهيديهوله وكمان هيمشي فورا. اوبا المعركه بدات تولع اكتر واكتر عزيزي المشاهد، ويبدا يحرك فعلا اول حركتين على الطاوله وزي ما سعيد قال له، وبعدها بيبدا النظام يتابع اللعبه وبيحلل كل الحركات وبيعرف بطلنا الحركه المناسبه اللي المفروض يعملها. وبيتفاجئ سعيد بان النظام ذكي فعلا، وبيقول في نفسه ان من الواضح انه هيقدر يسيطر على الوضع فعلا. وفي الوقت ده بيعرف الناس في عيله سيج ان بطلنا سعيد بيلعب طاوله مع الوزير اليساري، فبيتصدموا وبيقولوا انه مستحيل يفوز عليه اصلا. يا جدعان انا عايز اقول لكم ان انا بضحك اصلا، تخيلوا اتنين بيتنافسوا على لعب الطاوله، وبيقولوا كمان ان الوزير قدر يتغلب على 18 محترف من امبراطوريه شوان، كل ده كان لوحده من غير اي مساعده، والمهارات بتاعته مرعبه فعلا. لكن الامبراطوره بتتعصب وتقول لهم كفايه كلام، فهي متاكده ان الامبراطور سعيد هينتصر عليه. وكانت شياو هي كمان بتتفرج على بطلنا سعيد وهو بيلعب، وبتتفاجئ لانه متعدد المواهب وبيعرف يلعب طاوله كمان، ناقص بقى يجيب بلياردو وبنج بقى علشان تكمل. اما المعلمه الكبيره فبتكون قلقانه وبتقول ان اللعب بحجرين قصاد لاعب محترف زي
الوزير بتعتبر حاجه مجنونه جدا وما سمعوش عنها قبل كده، وبتتمنى ان مفيش اي حاجه وحشه تحصل. اما الوزير فبيتفاجئ من براعة بطنه وبيقول جواه انه بيعمل حركات مثاليه في كل مره وبيكون مش مصدق نفسه. اما بطلنا سعيد فكان مبسوط من اللي بيحصل، فالنظام ده طلع زي ما سمع عنه فعلا، ومن الواضح انه هيسيطر على الوضع زي ما هو عايز، لان هو حته مبتدئ عادي ممكن يكسبه ويبقى كمان لسه عنده اليد العليا قصاد واحد من الخبره. وبنرجع تاني للوزير اللي بيحس بورطه، فرغم انه بيخليه يحرك حركتين مش حركه واحده بس، لكنه ما كانش عنده افضليه تماما، وبيقول في نفسه ان موهبه الامبراطور سعيد غريبه ومش عارف يفهم هو ازاي بالشكل ده. وفي الوقت ده بيكون اتباع الوزير واقفين بيتفرجوا عليه من بعيد، وبيكونوا مستغربين هو ليه ما اداهمش الاشاره لحد دلوقتي، لدرجه ان هم بيشكوا ان هو ممكن يكون متحاصر في اللعبه وان هو مش قادر يكسب، لكنهم بيقولوا ان اكيد عنده خطه وعلشان كده بيقعدوا يستنوه. لكن في الحقيقه الوزير كان هيتجنن في الوقت ده، فهو ما كانش عارف ولا فاهم ازاي سعيد عارف يشوف ويتوقع كل حركه هو بيعملها، ان هو لعب مع لاعبين محترفين كتير جدا ومفيش اي حد فيهم قدر يعمل اللي هو بيعمله ولا حتى يقرب منه. بس فجاه بيلاحظ الوزير ان سعيد مش باصص على اللعبه ومش مركز معاه، بيقول يا ترى هو عارف الخطه البديله اللي كنت مجهزها ولا ايه. لكن فجاه سعيد بيبتسم بكل ثقه وبيقول له ان اللعبه خلصت خلاص، وبيعمل حركته النهائيه وبيشكره على اللعب معاه. عزيزي المشاهد، يعني انت خمنت صح وبطلنا كسب. فبيتصدم الوزير لانه خسر رغم انه بيستخدم اسلوب الحجرين، وبيقول ان ده مستحيل يحصل، وفجاه بيبدا ان هو يكح دم. فبيتصدم سعيد من اللي بيحصل وبيقول جواه ان دي مجرد لعبه ومفيش داعي ان هو يبقى اوفر بالشكل ده. لكن الوزير بيستمر في الكحه الغريبه دي وبيخرج دم كتير من بقه، فبيفضل سعيد مصدوم من كل الدراما اللي الوزير بيعملها من مجرد لعبه طاوله. بس فجاه جنيه النظام بتظهر وبتبارك له على اللعبه وبتقول له انه هزم الخصم بتاعه خلاه يعاني، وهما بيلعبوا يعني دمر روحه المعنويه تماما، وعلشان كده خلاه يقل المستوى بتاعه بقى في عالم الملك الخالد. لكن سعيد بيحس ان الجنيه شكلها غريب وبيقول لها انه حاسس ان فيها حاجه غلط، فبتقول له ان في خلل في النظام وانها بتعاني علشان تحضر له المكافاه الجديده بتاعته. لكن سعيد بيفضل يضحك على شكلها وبيقول لها ان هي هتموته من الضحك بالشكل ده. وبعدها بيروح يتكلم مع الوزير وين وبيشكره على اللعبه وبيقول له جي جي وحظ سعيد المره الجايه بقى يا عمنا. بس مره واحده بيظهر 2 محاربين من ورا بطلنا وبيهجموا عليه فجاه بتقنيه الفأس المجنون، بس بطلنا بيحصن نفسه باستخدام تقنيه السماء والارض وبيصد هجومهم في اسرع وقت. فبيقف ال2 المحاربين وهم مذهولين جدا، بس بيقول واحد منهم ان هم كانوا متوقعين يلاقوا حاجز حمايه، وعلشان كده بيطلب من التاني اللي اسمه لاو بانه يروح يهجم على سعيد مره تانية، بس يروح يهجم من زاويه مختلفه، وبالفعل بيروح لزاويته التانية وبيهجم على بطلنا، وهو في الوقت ده بيعتذر له، لكن بطلنا بيفضل واقف ومش بيتحرك من مكانه وبيقول لهم من الواضح ان هم بيسعوا للموت، وعلشان كده بلاش يلومهم بان هو هيبقى قاسي معاهم. بعدها بيصد هجومهم مره تانية فبيتعصبوا بسبب اللي حصل، لكن قبل ما يتحركوا مره تانية بينده الوزير وين وبيكون غضبان جدا وبيأمرهم ان هم ينزلوا ما يتحركوش ولا يعملوا اي حاجه تاني. وبعدها بيعتذر لسعيد وبيقول ان هو اخد مقلب في نفسه وبالغ في تقديرها قبل كده، وعشان كده بيشكره ان ساعده وعلمه حاجات كتير النهارده، وبيقولوا ان هو هيلتزم بالاتفاق معاه. فبيرد بطلنا بيقول له مفيش داعي لده وبيسيبه وبيمشي. لكن الاتنين محاربين بيتصدموا جدا، واحد منهم بيسأل الوزير بغضب عن السبب اللي ما خلوش يساعدهم علشان يتخلصوا من التهديد ده، لكن الوزير بيتنهد كده وبيرد وهو محتار وبيقول لهم ان قدرات سعيد دي مش مفهومه، ومن الواضح ان مهاراته في لعبه الطاوله دي وصلت لعالم سيد التخطيط. فبيتعصب المحارب ويقول له بسخريه طب وفيها ايه يعني لما يكون شاطر في لعبه الطاوله، ايه الحاجه المميزه يعني فيه كده؟ وبنروح لبطلنا اللي كان واقف بيتكلم مع الجنيه وهي بتحاول تحل المشكله اللي عندها علشان تديله المكافاه بتاعته، وبعد معاناه لوقت طويل بتخرج كريستاله كبيره بتديها له، فبيسالها ايه الشيء ده، فمن الواضح انه مش حاجه مهمه للدرجه دي يعني ومش مستاهله كل اللي انت عملتيه ده، فبتقول له ان ده جزء سماوي، وبغض النظر عن موهبه وشطاره الممارس فمن غير القطعه دي مش هيقدر يوصل لمرحله القديس السماوي. فبيمسك بطلنا القطعه دي واول ما بيمسكها بيبدا يخترق وبتخرج منه هاله رهيبه جدا، ومن قوتها بنشوف بعض المحاربين الاقوياء في كل مكان مصدومين جدا، واول واحد فيهم بيكون مستغرب ان الحجر السماوي ده ظهر دلوقتي على الرغم من ان معركه القديس العظيم لسه ما بداتش. وبنشوف واحد تاني بيقول بما ان القطعه السماويه دي ظهرت فمن الواضح ان العالم هيدخل في صراع كبير جدا. وبنشوف بنت بتقول انها مش عارفه القطعه دي موجوده عند انهي عيله بالظبط، ولكن الكل كان مستنيها من فتره كبيره جدا. وفي نفس الوقت بنشوف 2 بيلعبوا طاوله وواحد منهم بيسال التاني وبيقول له ده مش فخ انت اللي عملته مش كده ولا ايه؟ فبيضحك التاني وبيقول له ان القطعه السماويه دي هي الطريقه علشان يبقى قديس، فازاي هيتخلى عنها كده بكل سهوله. وبعدها بنشوف بطلنا وهو طاير وجنبه القطعه اللي الكل بيتكلم عليها بس بتبدا تكبر
بيكبر لحد ما بيبقى في نفس طوله، وكمان بيظهر حته حجر غريب. فبيسأل الجنيه عنهم، فبتقول له ان ده تنبيه القديس السماوي جوه بحر الوعي بتاعه، وبتطلب منه يحط القطعه السماويه دي على مركز الحجر اللي قصاده علشان يفعل قوه القديس السماوي. وبالفعل بيمسك سعيد الكريستاله الضخمه دي وبيحطها في مركز الحجر الطاير اللي بيكون قصاده، واول ما بيعمل كده بتخرج منها هاله كبيره جدا، وبيخترق بطلنا من مرحله عالم الامبراطور الثالث لمرحله عالم الامبراطور الرابع. مش كده بس عزيزي المشاهد، لكنه بيكتسب كمان مستوى سماوي جديد. بعدها شاشه النظام بتظهر له وبيكون مكتوب فيها انه حصل على 3 احجار بيضاء و3 احجار سوداء، وكل واحده فيهم بتزوده فرصه فريده من نوعها لما بيستخدمها. فبيتفاجئ سعيد لما بيعرف ده، لكنه مش بيكون عارف ازاي الفرص دي هتكون متاحه لو استخدم الاحجار في الاستخدام الداخلي ولا الاستخدام الخارجي يعني جوه جسمه، ولا هيكون بره من الاخر. وعلشان كده بيطلب من النظام يوضح اكتر. فبترد الجنيه عليه وبتقول له ان ده مش داخلي ولا خارجي، فهو دلوقتي سيد اللعبه ويقدر يستخدم الاحجار دي علشان يساعد او يعيق اللاعبين التانيين. فبيتفاجئ وبيقول لها سيد اللعبه مره واحده بس، حلو اللقب ده واضح عليه انه مبهر جدا. فبتقول له ان سيد اللعبه بيستخدم اي حد او اي شيء في العالم زي حجر في اللعبه كده وتحركها بايدك وكل حاجه بتكون تحت تصرفك. لكن سعيد بيوقفها وهي بتتكلم وبيطلب منها تقول له النقط الاساسيه بس، وهل عنده اي قوه جنب لعب الطاوله ولا لا. فبتقول له ان حاليا عنده مناعه ضد كل اساليب القمع اللي بيستخدمها اي حد في نفس قوته او اي حد في اساليب المجال بتاعه، وكمان يقدر يقضي على اساليب القمع الاسمى بتاعه في عالم الارض. فبيضحك بطلنا كده بكل سخريه وبيقول ان الشكل ده بقى بطل روايه وبقى يعدي الحدود وكمان يقدر يقتل كل الاعداء، لكنه مش بيكون متحمس وبيقول لها ان الموضوع ده لئيم واتعمل كتير جدا. وبعدها بينزل عند الامبراطوره فبتروح تقابله بسرعه وبتقول انها ما كانتش متوقعه ان مهاراته في الطاوله تبقى رائعه بالشكل ده، حتى انها فتحت عينيها على حاجات كتيره جدا. فبيقول لها سعيد ان قلب الوزير وين اتحطم جدا بسبب خسارته للعبه دي، ومستواه قل بقى في عالم الملك الخالد كمان، وبالشكل ده مش هيعمل اي مشكله لعيله سج العظيمه لفتره من الوقت على الاقل. فبتطلب الامبراطوره من كل الخدم ان هم يحضروا المشروبات للاحتفال بالخبر ده. فالامبراطور سعيد رجع منتصر للمره الثانيه، فبيبدا الخدم في تحقيق بطلنا وتمجيده من تاني. انا عارف احساسك واحساسك عزيزي وعزيزات المشاهده ان انتوا نفسكم تكونوا مكانه، حتى وانا والله. بعد كده بيروح بطلنا وبيزود من قوه حاجز الدفاع الوطني بتاعت عيله سج عن طريق الحجر الابيض اللي كسبه، وعلشان كده النظام بيقدم له سيف العين السماويه اللي متكونه من 9 اقسام. فبتتصدم المعلمه الكبيره من اللي حصل وبتستغرب شكل الدفاع الوطني، وحتى سعيد كان متفاجئ لما شاف الطريقه اللي الحجر بيشتغل بيها، وبيفكر ازاي يقدر يتحكم في الكائنات الحيه دي وازاي يستخدمه كبيدق زي ما الجنيه قالت له، وبيفضل يتخيل نفسه وهو بيتحكم في الامبراطوره علشان تطيع اوامره. وبعدها بيروح يتكلم مع المعلمه وبيقول لها تهدى كده، فهو زود مستوى الدفاع الوطني شويه مش اكتر، ومن دلوقتي الحاجز ده هيقدر يقاوم كل هجمات الاعداء الخارجيه ومفيش اي حد هيأثر عليه غير لو من السلطه العليا. فبتتفاجئ المعلمه الكبرى لان عنده المهارات اللي هتخليه يعمل كل ده، وبتقول برضه انها مش قادره تفهمه تماما. اما الخدم بيمجدوه زي العاده وبيقولوا ان هو ممكن يكون وصل للمستوى الاعلى من الزراعه كمان. وفي الوقت ده بيروح واحد لامبراطور عيله سج وبيقول له على اللي حصل مع الوزير اليساري. فبيضحك الامبراطور وبيقول ممكن يتخيل ان حتى الوزير اليساري ممكن يغلط وكل تخطيطاته كده تبوظ. فبيرد اللي بلغه بالخبر وبيقول له ان الخبير القوي اللي الامبراطوري جابته عندهم عنده قوه مش مفهومه خالص، وعلشان كده بيطلب منه لو يوقف اي حاجه هيعملها ضد عيله سج. فبيتعصب الامبراطور وبيقول له يعني مش عارفين تتعاملوا لحد دلوقتي مع حته امبراطوريه صغيره كده زي امبراطوريه سج كده. وبعد كده بيأمره يروح يجيب الوزير اليميني ويخليه يروح يهجم على عيله سج مباشره. بنرجع تاني عند بطلنا سعيد اللي كان موجود في قصر امبراطوريه سج، وبسبب اللي عمله مع الوزير كان الخدم بيمجدوه وبيمدحوا قوته، ده غير كمان حكمته. فهو قدر يخلي عدوه القوي يبقى خايف منه جدا بمجرد لعبه شطرنج، وكمان بحركه واحده قدر يتخلص من قوه امبراطوريه شوان. وبتتكلم المعلمه الكبيره ويتشين مع الامبراطوريه يي وبتقول انها عملت شويه حسابات ولقت ان بعد 5 ايام هيكون وقت مناسب للجواز، وبتقول لها انها شايفه ان هما المفروض يبداوا يحضروا لحفله الزفاف دلوقتي. فبتحس الامبراطوريه بالكسوف وبتقول لها ان ده من الواضح انها بتتسرع شويه في الموضوع ده، فحدث زي مهم المفروض الامبراطور سعيد يوافق عليه الاول. فبيلاحظ بطلنا اللي بيحصل وبيلاحظ كسوف الامبراطوره ووشها الاحمر، فبيقول في نفسه ان مفيش مجال انه يختار اصلا. وبعدها بيرد عليهم وبيقول لهم انه محتاج يرجع لطائفه لينجيجان وده قبل ما يتجوز علشان يعمل شويه تحضيرات مهمه جدا. لكن الامبراطوره هي بترد عليه بسرعه وبتقول له ان مش محتاج يشغل باله ولا ان هو يعمل اي تجهيزات للجواز، وممكن يسيب كل التحضيرات على المعلمه الكبيره فهي تعرف تاخد بالها من كل حاجه. بس قبل ما يرد بيقرر
جايه وتتدخل وبتتكلم مع الامبراطوره والمعلمه الكبيره وبتقول لهم حتى لو عيله سيجا تقدر تاخد بالها من كل حاجه عندهم، فالامبراطور سعيد محتاج يرجع علشان يحضر مهر العروسه وحفل الزفاف. فبيتصدم بطلنا من اللي بيحصل، بس الامبراطوره بترد وبتقول لها انها عندها حق فعلا. بتقول ان الامبراطور سعيد قال ان ده يعتبر حدث رئيسي ومهم لطائفه لينجيجان واكيد هيحتاج تجهيزات كتيره جدا. وبعدها بتبص المعلمه الكبيره بقلق وبتقول لها ان بس خايفه ان هي تكون عادات طائفه ليانج مختلفه عن عادتي، وده ممكن يعمل مشكله وشويه صراعات وقت حفله الزفاف. فبيقرر المعلمه الكبيره تتصرف وبتطلب من بطلنا انها تروح معاه لطائفه لينجيجان. فهي المعلمه الكبيره لامبراطوريه سيج وعندها علم كافي بامور الجواز وما الى ذلك. فبيقول بطلنا في نفسه ان دي المره الاولى اللي يتجوز فيها واحده من العالم ده، وعلشان كده من الافضل انه يسيب الموضوع ده على الخبره. وعلشان كده بيرد عليها وبيقول ان هو هياخدها معاهم. وتاني يوم بيستعدوا للرجوع للطائفه، وقبل ما يمشوا بيودعوا الامبراطوره. فبتروح تتكلم مع بطلنا وبتقول ان هو هيوحشها، حتى انها بتتمنى انها لو تقدر ترجع معاه هي كمان لطائفه لينج. لكن سعيد بيضحك وبيقول لها مفيش حاجه هتفوتها، فهو هيرجع في خلال 5 ايام، وقتها هيتجوزوا وياخدها للبيت. فبتبتسم وتقول له انها لسه مش مستعده شويه. فبيستغل بطلنا الفرصه وبيبدا يضايقها كده ويكسفها بالكلام. فبتحس الامبراطوره بالكسوف وبتقول له ان هم هيتاخروا بالشكل ده ولازم يتحركوا بسرعه. بالفعل بيخرج بطلنا عربيه التنانين السته، فبيتفاجئ الخدم الموجودين من منظرها الرائع، وده زي العاده بتاعته يعني. وحتى المعلمه الكبيره بتشوف العربيه لاول مره وبتكون متفاجئه جدا وبتقول جواها ان مفيش مخلوق في العالم عنده عربيه رائعه زي دي. بتفضل تفكر يا ترى مين هو سعيد ده وايه هي الحاجات المخفيه اللي عنده كمان. وعلشان كده بتقرر تسال بطلنا وبتقول له انها عندها فضول تعرف ايه البلد المقدسه اللي هو مولود فيها. فبيتواصل سعيد مع الجنيه بسرعه وبيسالها ايه البلاد المقدسه اللي موجوده في العالم ده. فبترد الجنيه بفخر كالعاده وبتقول له ان هو سال الشخص المناسب، وتقول له ان العالم ده فيه 10 اراضي مقدسه، وهم الارض المقدسه شوان تيان، والارض المقدسه هاوفا، والارض المقدسه لويان، والارض المقدسه يان تشانغ. وبيكون لسه هكمل لكنه بيتصدم وبيقول لك كفايه كفايه صدعت دماغ ابويا. وبيقول بطلنا في نفسه انه لو قال انه اتولد في اي واحده من الاراضي دي وقتها يقع في مشاكل كتيره جدا بعد كده، ومن الافضل ان هو يقول ان هو مجرد متدرب عادي. وبالفعل بيقول لها ان هو مجرد مزارع عادي وما راحش قبل كده لاي ارض من الاراضي المقدسه ال10. فبتتفاجئ وبتقول انها ما توقعتش خالص ان هو يكون مجرد مزارع عادي، فالموهبه بتاعته وثروته مخيفين فعلا. فجاه وهم بيتكلموا تتدخل الجنيه في الكلام وبتحذره بسرعه لان طائفه ليانغيجان بتتعرض للهجوم. فبيستغرب سعيد وبيقول في نفسه مين الاشخاص الاغبياء دول اللي بيهاجموهم وانا بعيد. فبتلاحظ المعلمه الكبيره انه اتغير وبتساله ايه المشكله. فبيقول لها ان طائفه ليانغيجان ممكن تكون بتواجه مشكله صغيره، وعلشان كده بيكمل الطريق لهناك بسرعه. بنروح لعند طائفه لينجيجان اللي كانت بتتعرض للهجوم من مجموعه اشخاص من طائفه تانية، ولكنهم ما كانوش عارفين يخترقوا مصفوفه الدفاع اللي بطلنا كان عاملها، وكانوا متفاجئين ازاي قوه المصفوفه دي زادت بالشكل ده. في الوقت ده كان رئيس وكبار العشيره بيراقبوا الوضع وكانوا قلقانين جدا لان المصفوفه ممكن ما تتحملش الهجوم ده كله. لكن رئيس العشيره بيقول لهم ان بطلنا سعيد هو اللي عملها ومش سهل يحطموها. وفي الوقت ده بطلنا بيوصل وبيسالهم ايه اللي بيحصل بالظبط. فبيروح رئيس العيله وبيقول له ان المزارعين اللي بيهجموا عليهم دول كانوا معديين من جنبهم من غير ما يعملوا اي حاجه، لكن فجاه اخدوا بالهم من مصفوفه الحمايه الخاصه بالطائفه. فبيسالهم سعيد بغضب مين الطائفه اللي عندها الجرأه الكافيه انها تهين الطائفه بتاعتهم بالشكل ده. وبيقول جواه ان حظهم مش حلو خالص، فهم جم في الوقت ده بالذات علشان يقابلوه ويموتوا. وبيكون متضايق لانه حاليا بيحضر للجواز، علشان كده بيقرر يتخلص من شويه الكلاب الضاله دول. وبيروح علشان يتعامل معاهم وبيطلب من الطائفه ان هم ياخدوا بالهم من المعلمه الكبيره عقبال ما يرجع كده على السريع. بيخرج بعدها للاشخاص اللي بيهجموا عليهم وبيقول لهم يا ترى شويه الكلاب الضاله دول جم منين واتجرأوا ازاي ان هم يعملوا مشاكل مع طائفه ليانغيجان. فبيتعصب الاشخاص دول وواحد منهم لان هم كانوا شايفين ان بطلنا مجرد شقي، لكنه عنده الجرأه ان هو يهين طائفه فنجيان، ومن الواضح كده انك نفسك تموت وعايز تتخلى عن حياتك. بعدها بيأمره يرجع للطائفه تاني وبيقول للرئيس بتاعه يشيل مصفوفه الحمايه اللي على الطائفه والا هيحطموا المصفوفه بنفسهم، ووقتها مش هيسيبوا ولا مخلوق عايش في طائفه ليانغيجان. فبيتفاجئ بطلنا ان هم عندهم الجرأه ان هم يتكلموا بالشكل ده، فمن الواضح ان هم عايزين يموتوا. وبعدها بيبتسم بحماس كده وبيقول لهم يعني انتوا هنا علشان تقتلوا وتسرقوا وتاخدوا كل حاجه من عندنا مش كده ولا ايه؟ لا بس حلو اللي انتوا بتعملوه ده، واضح انكم هتسلوني هنا شويه. فبيرد الرئيس بتاعهم وبيقول له طائفه ليانغيجان الصغيره بتاعتك دي ما تستحقش المصفوفه القويه دي، وحتى لو احنا ما شلناهاش في غيرنا هيجي ويشيلها. وبيقولوا ان هو لو سمع كلامه وشالها وقتها ممكن يبقى يسيبوا جثته سليمه. وبيطلب بطلنا من جنيه النظام انها تشوف مستوى زراعه الاشخاص اللي واقفين قصاده، وبتقول ان واحد منهم في المرحله الثانيه من الامبراطور العظيم وفي 2 في قمه المستوى الملكي
العظيمه، وكمان عندهم مساندين خفيين في العالم الاعلى، واحنا الطائفه بتاعتنا ما عندهاش غير مزارعين في العالم الانصهار. فبيحس الرئيس بالاحراج وبيقول له ما البركه فيك بقى، لكنه بيتصدم في نفس الثانيه لان المعلمه الكبيره بتقول لها ان بعد الجواز الامبراطور هيكون محتاج يقعد في العاصمه مع الامبراطوره وبيقول لهم طب كده ايه اللي هيحصل للطائفه بتاعتهم. لكن بطلنا بيقفل الكلام ده وبيقول لهم خلينا نعمل اجتماع للطائفه ونركز على التجهيزات للجواز دلوقتي. وبالفعل كلهم بيسمعوا كلامه وبيجمعوا كل افراد الطائفه في الساحه زي ما بطلنا طلب. فبيتكلم كل الناس عن رجوع بطلنا في الطائفه وعن جوازه، حتى ان هم بيقولوا ان الامبراطور جت بنفسها علشان تقنعه يتجوزها، لكن بيوقفوا الكلام عن الجواز اول ما بطلنا بيظهر وبيتكلموا عن شكله الصغير، حتى ان في بعضهم بيتعرف عليه وبيتصدموا لما بيكتشفوا ان هو نفسه سعيد وده اللي كان عايش في الجبل. لكن الهاله بتاعته بتفاجئهم كلهم لان هم بيعرفوا ان هاله حد في مستوى الامبراطور العظيم. وبيبدا بطلنا خطابه بعد كده وبيقول لهم ان بعد 5 ايام هيتجوزوا من امبراطوره عيله سج العظيمه، وبيتمنى ان هم لو يحطوا كل مجهودهم في الايام الجايه ويساعدوا المعلمه الكبيره في تحضير الطائفه. لكن بعض الناس بتعترض لان هم محتاجين يشتغلوا ولكن التقييم الشهري قرب. بس الاشخاص اللي تبع الرئيس بينحنوا بسرعه وبيقولوا له ان هم هيعملوا كل حاجه يقدروا عليها علشان يحضروا للجوازه بتاعته هو والامبراطوره ولما بطلنا بيشوف تردد الباقي بيقول لهم ان بعد حفل الجواز كل واحد في الطائفه سواء من الداخل او الخارج هياخد 3 حبات تصفيه النخاع وكمان 3 حبات لتنظيم التشيء، اما العواجيز الكبار هياخدوا 3 حبات تكثيف الروح، وكمان هيتابع ويشرف بنفسه المواهب البارزه اللي الطائفه اختارتها. فبيتفاجئ رئيس الطائفه لما بيسمع ده وبينحني شخصيا لبطلنا علشان يشكره على كرمه وتخليه عن الحبوب، ده غير ان هو هيرشدهم كمان وبيقول له انه من دلوقتي هيبقى المعلم الكبير بتاع طائفه ليانغ جيان. بعدها بيبص لحراس الطائفه وبيقول لهم انتوا مستنيين ايه، يلا بسرعه انحنوا واشكروا المعلم الكبير. وبالفعل بينحنوا كلهم وبيشكروا بطلنا. فبيقوم رئيس الطائفه بعدها وبيصرخ بحماس وبيقول ايوه كده يلا بينا نرجع الطائفه قويه مره تانية. فبيصرخ كل الموجودين وبيقولوا نفس الكلام، اما سعيد بيقف يبص لهم بدهشه جدا وبعدها بيتكلم مع جنيه النظام وبيسالها اذا كان هتقدر تتعامل بنفسها مع كل المكافئات، وكالعاده فالجنيه بتستغل الفرصه علشان تتباهى وبتقف بكل ثقه وبتقول له عيب عليك سيب عليا الموضوع ده. خلينا نروح دلوقتي عند رئيس المجموعه اللي هجمت على الطائفه واللي قدر يهرب، وده لان بطلنا ساب روحه ورجع بعدها لطائفه فيانج وقابل الرئيس اللي قدر يرجع جسمه مره تانية، وبعدها قعد يتكلم معاه وقال له رغم انه رجع جسمه لكن للاسف مش هيقدر يرجع مستوى الزراعه بتاعه. فبيرد رئيس المجموعه وبيقول له ان طائفه ليانغ جيان اهانتهم حتى ان هم قتلوا اخوهم الخامس والسابع، وبيقسم انه مش هيرتاح غير لما ياخد بصقرهم. فبيتفاجئ رئيس العيله وبيقول له يعني انتوا ما عرفتوش تهزموه رغم انكم استخدمتوا تشكيل ال3 ممالك، ده كده معناه ان مستوى زراعته ممكن يبقى في العالم الاعلى. فبيرد رئيس المجموعه وبيقول له يعني احنا هنسكت على الاهانه دي كده ولا ايه؟ فبيسكت رئيس العيله شويه كده وبيقول له ان الشخص ده ما ينفعش يفضل عايش، ومن الواضح انه لازم يزور طائفه يين علشان يخليهم يتصرفوا ويدمروا طائفه ليانغ جيان. فبينحني رئيس المجموعه وبيشكره لان هو هينتقم لاخوهم، وبيكون جواه مبسوط وبيقول بكل ثقه ان دي نهايه طائفه ليانغ جيان. وبنرجع تاني عند طائفه ليانغ جيان وبنشوف كل الطائفه شغاله باقصى جهدها علشان يحضروا الحفل الجواز، وكمان بيبداوا يزينوا المكان بافضل طريقه يقدروا عليها، وكانت ياو مسؤوله عن الاشراف هي وكل الوزراء والساده الكبار لان الحفل المفروض يكون خالي من الاخطاء تماما. بتروح المعلمه الكبيره تتكلم مع رئيس العيله وبتديله قايمه المهر اللي عيله سج العظيمه حضرتها بنفسها وبتطلب منه يبص عليها. فبيتفاجئ رئيس العيله اول ما بيشوفها لانه بيلاقي مكتوب فيها ان هم محتاجين رداء ذهبي وفرن الصقل الناري السماوي وكمان ريشه العنقاء وحاجات تانية كتيره غاليه جدا، وطائفه ليانغ جيان مش هتقدر تحضر كل الحاجات دي. وبتلاحظ المعلمه الكبيره الصدمه اللي باينه على رئيس العشيره وبتقول ان هو مش محتاج يكون قلقان للدرجه دي، في الامبراطور سعيد والامبراطوره بيحبوا بعض بالفعل، والهدايا دي مجرد حاجات رسميه ومظهر مش اكتر وما فيش داعي ليها اصلا. لكن بطلنا بيوصل عندهم في الوقت ده وبيقول لهم ان ما ينفعش جوازه من الامبراطوره يتاخد ببساطه، لكن بطلنا بيوصل وبيقول لهم ان حتى لو العيله بتاعتهم ممله فهم مش هينفع يقللوا من احترامهم لعيله سج العظيمه ولا حتى من الامبراطوره فبتروح المعلمه الكبيره وبتعتذر له على وقاحتها وبتقول له انها ما كانتش ينفع انها تاخد اي قرارات لطائفه ليانغ جيان، لكن سعيد بيبتسم بثقه وبيقول لها ان هدايا الخطوبه جاهزه بالفعل، وبيقول لها انه اكيد مش هيكون بخيل ولا هيستخسر حاجه في مراته المستقبليه يعني. بعدها بيطلع قائمه الحاجات اللي حضرها وبيديها لها، وبتتصدم المعلمه الكبيره هي ورئيس العيله لما بيشوفوا القايمه دي وبيشوفوا الحاجات الغاليه اللي فيها زي السيف الضوء الملكي ورداء ال7 الوان وحبه ريشه التلج الاسود ولؤلؤه برق ال9 سماوات ودمعه العنقاء وحاجات تانية كتير. عزيزي المشاهد من اللي قلبك يحبها. من صدمتهم ما بيعرفوش يتكلموا وبتقول له المعلمه الكبيره انه كريم جدا مع الامبراطوره. بيكون رئيس العيله مصدوم هو كمان وبيقول في نفسه ان الكنوز دي ما سمعش عن نصهم حتى، فازاي
من امتى طائفة ليانغ جيان بقت غنية بالشكل ده. وفي الوقت ده بتظهر جنية النظام وهي فخورة جدا بنفسها، بتقول لبطلنا سعيد ايه رايك بقى فيا المرة دي؟ هل هدايا الجواز اللي انا حضرتها لك كويسة ولا لا؟ ولأول مرة بيقرر بطلنا يمدحها وبيقول لها انه لازم يشكرها المرة دي لانه فعلا ساعدته جدا. لكن الجنية بتستغل الفرصة دي علشان تبقى اكتر وبتقول له شوية الهدايا دول مجرد تسخين كده مش اكتر، انما بكرة هيكون العرض الكبير. وبتقول له استنى بس وهتشوف هدايا النظام الكبيرة والرائعة جدا. وبعد 3 ايام بيجي يوم حفل الزفاف، والمفروض بطلنا يتحرك ويروح عند امبراطورية سج العظيمة، وده علشان يجيب الامبراطورة لحفلة الزفاف اللي في الطائفة. لكن في ناس كتيرة في طائفة ليانغ جيان بيكونوا مصدومين لان هم مش بيكونوا عارفين ازاي سعيد هيروح هناك رغم امبراطورية سج بعيد عنهم. لكن فيهم بعضهم كان شايف ان بطلنا هيقدر يرتب كل حاجة بالفعل. وفي الوقت ده بتروح المعلمة الكبيرة تتكلم مع بطلنا وهي قلقانة وبتسأله ليه موكب حفلة الزفاف لسه ما وصلش لحد دلوقتي. لكن سعيد بيرد بكل ثقة وبيقول لها تستنى شوية بس وتلاقيه جاي. وبالفعل في نفس اللحظة بيوصل الموكب عندهم وبيتفاجئ الكل من شكله. وبعدها بتظهر جنية النظام وبتسأل بطلنا عن رأيه في الموكب، وده لو بالنسبة له مبهر وكفاية. والتاني مرة بيمدح بطلنا النظام وبيقول للجنية ان الموكب في نفس جمدان عربيات اللوزر رويز. فبتقف المعلمة الكبيرة وبتبص للموكب وهي مصدومة جدا وبتقول له ازاي في عربيات كتيرة من العربيات التنانين الستة في نفس الوقت. لكن بطلنا مش بيرد عليها وبيقول لها ان الساعة الميمونة جت ودلوقتي جه الوقت ان هم يتحركوا. وبيروح يركب على عربية الموكب وبيتحرك ناحية امبراطورية سج العظيمة. وفي الوقت ده كانت الامبراطورة جاهزة ومستنية وصول بطلنا، لكنه بيتأخر شوية عليها فبتحس بالقلق وبيكون مش عارفة ايه اللي اخره بالشكل ده. لكن بعد شوية بتعرف ان بطلنا سعيد وصل عندها فبتحس وقتها بالكسوف وبتتوتر وبتقول لهم ايه ده هو جه فعلا؟ هل جه هنا علشان ياخدني ولا ايه؟ وبيكون عايزة تشيل الطرحة من على وشها، لكن الخادمة بتاعتها بتقول لها ان ما ينفعش تحركها دلوقتي فبتفضل سايباها. وبعد شوية بيدخل بطلنا عندها وبيشوفها بالفستان بتاعها فبيتفاجئ وبيقول في نفسه انه عمره ما تخيل ولا فكر انه بعد ما بينتقل لعالم تاني انه هيتجوز واحدة بالجمال والرقة دي. بيقول له انها كانت تستحق التعب ده كله والحاجات اللي عملها علشان يروح الامبراطورية عندهم. وبعدها بيقرب منها وبيقول لها ان الساعة الميمونة جت وبيسألها اذا كان مستعدة تمشي معاه وان هي تبقى ايد في ايد طول حياتهم مع بعضيهم. وبتقول له انها موافقة. وبعدها بيشيل بطلنا الطرحة من على وشها وبيتفاجئ من جمالها. بعد كده بياخدها وبيتحرك للموكب فبيبدأ كل الخدم والاشخاص اللي موجودين ان هم يباركوا لهم وبيدعوا لهم بحياة جميلة ومستمرة ومليانة بالحب طول الوقت. وبتخرج الامبراطورة بعدها وبتشوف الموكب اللي بطلنا حضره علشانها وبتتفاجئ من شكله المبهر. لكن مفاجأتها بتزيد لانها بتلاقي سعيد فجأة بيشيلها علشان يركبها العربية بنفسه. ايه يا عم الرومانسية اللي انت فيها دي؟ وبيكون حاسس بالاحراج لكن بطلنا بيقول لها انه بيساعدها علشان تركب العربية مش اكتر ومفيش داعي للقلق ده كله. لكنها بتفضل مكسوفة وبتقول انها عارفة انه بيحاول يضايقها. بس فجأة قبل ما يركبوا العربية بيشوفوا حد بيحاول يهجم على مصفوفة الدفاع الوطني بتاعة الامبراطورية فبتصدم المعلمة الكبيرة هي وياو. ده شكل كده الزفاف مش عايز يتم يا جدعان. وحتى الامبراطورة بتتفاجئ وبتقول لبطلنا معقول تكون امبراطورية شوانيان بعت ناس علشان تهجم عليهم؟ لكن بطلنا بيرد عليها بكل ثقة كده كالعادة يعني وبيقول لها من الواضح ان هم اختاروا اليوم المناسب. وبيحاول يطمنها وبيقول لها انه هيروح يتعامل معاهم وهيرجع على السريع. وفي الوقت ده بنشوف الوزير اليساري وهو واقف مع الوزيرة اليمنى ولكنه كان متضايق وبيقول في نفسه انه مضطر يعمل كده لانه مش هيقدر يخالف اوامر الامبراطور والمرة دي مش هينفع يتراجع. وفي نفس الوقت كان سونج مع 2 محاربين تانيين مع الطائفة اللي بيحاولوا يكسروا مصفوفة الدفاع الوطني بتاعة الامبراطورية، لكن هم بيتصدموا لانها كانت اقوى من المرة اللي فاتت كمان وما كانوش عارفين يتعاملوا معاها. وبيخرج بطلنا عندهم وبيشوف اللي بيحصل وبيقابل الوزير اليساري فبيحاول الوزير يسلم عليه وبيقول له انه مبسوط انه قابله. لكن سعيد كان متضايق وبيقول له كفايه نفاق بقى. وبعدها بيبص له بغضب وبيقول له يعني انت كمان عندك الجرأة الكافية انك ترجع في كلمتك وبتعمل مشاكل مرة تانية مع امبراطورية سج بعد اللي عملته؟ فبيرد له الوزير وين بقلة حيلة وبيقول له ان الاوامر الامبراطورية مطلقة ومش هيقدر يخالفها. وبيحاول يطلب منه ان هو يسلم الامبراطورية وبيقول له ان هو لو سلمها وقتها مستعد يعمل له اي تعويض. لكن بطلنا بيضحك كده باستخفاف وبيخرج السيف بتاعه وهو بيقول له تعويضات؟ ده النهارده يوم جوازي من الامبراطورية رغم اني ما كنتش عايز اقاتل او يحصل اي اراقة دماء، بس بما ان امبراطورية شوان بتضغط عليا بالشكل ده فما فيش اي حد فيكم هيروح النهارده. ده انا هعمل من رايكم كلكم بقى شاورما. ده شكلنا كده هنفتح مطعم سوري هنا يا جدعان. فبيضطر الوزير اليساري انه يقاتله غصب عنه وبيروح للوزيره اللي كانت معاه اللي اسمها جيشين وبيسالها اذا كان يقدر يتعامل مع المشكله دي بنفسه الاول وبالفعل بتوافق على طلبه. فبيأمر الوزير ال3 جنرالات اللي معاه ان هم يساعدوه ويعملوا معاه التشكيل وبالفعل بيعملوا تشكيل رباعي من 4 وحوش ملكيه وهو التنين الازرق والنمر الابيض والطائر البرتقالي
والسلحفاة السوداء وبيفعلوا التشكيل قصاد بطلنا، لكن ساعات بيبصلهم بنظرة شيطانية وبيقول لهم ان انتوا جبتوا 4 وحوش زي التنين والنمر والطائر البرتقالي والسلحفاة السوداء، ولكنهم بالنسبة لي مجرد تعبان وقطة وعصفور وسلحفاة عادية. بعدها بيقف بكل قوة وثبات وبيقول لهم اتفرجوا عليا وانا بقضي على التشكيل بتاعكم الصغير ده. وفجأة بتخرج هالة رهيبة منه بيقول لهم انتوا فاكرين ان شوية حيوانات زي التعبان والقطة والعصفورة والسلحفاة دول هيأثروا فيا؟ ده انا هقطع التشكيل المثير للشفقة ده. وبعدها بيلاحظ بطلنا ان الوزير وين هو اللي بيتحكم في الدايرة السحرية بتاعة التشكيل، لو قضى عليها هيتخلص التشكيل بكل سهولة، وعلشان كده بينطلق للهجوم عليه وبيضربه باستخدام السيف المنير بتاعه. فبيتصدم الوزير وبيحس بالخوف وبيقول في نفسه ان الوضع ده مش هيكون كويس، فالضربة بالسيف ده قوية جدا، وعلشان كده بيطلب من كل اللي معاه ان هم يساعدوه. لكن بالرغم ان هم بيوحدوا قوتهم علشان يزودوا قوة التشكيل، لكن بطلنا بيقدر يتغلب عليهم وبيصيب الوزير في النهاية، ولكن الإصابة ما كانتش مميتة. وبيفضل الوزير واقف وهو مصدوم وبيقول جواه ان تقنية السيف بتاعته مستبدة، ولولا حماية التشكيل كان زمانه هلك ومات دلوقتي. بيتفاجئ بطلنا هو كمان وبيقول جواه ان التشكيل ده خداع، والمفروض ان ضربة التحطيم السماوية اللي استخدمها تكون كافية انها تقضي على الوزير وين. وفي الوقت ده كانت الامبراطورة بتتفرج على المعركة اللي بتحصل وهي تحت، وبتشوف ان بطلنا كان بيعاني شوية، فبتطلب من المعلمة الكبيرة انها تجيب سيف الرياح والمطر والسماء الحمراء، لانها المفروض تساعد الامبراطور سعيد على تحطيم التشكيل ده. لكن المعلمة الكبيرة بتقول لها انها ما ينفعش تعمل كده ابدا، فتشكيل الاربع وحوش المقدس معمول عن طريق سحر ارض شوان، ويعتبر تشكيل غامض وصعب جدا، ولازم أن يكون مستوى زراعة الشخص ده في المستوى الاعلى علشان يقدر يكسر التشكيل ده. فبتتعصب الامبراطورة وبتقول لها يعني احنا كده المفروض نقف نتفرج على الامبراطور سعيد وهو بيعاني والناس كمان قاعدة بتتنمر عليه؟ لكن المعلمة الكبيرة بتطمنها وبتقول لها ما تقلقش، لان مستوى زراعة وقوة واساس الامبراطور سعيد مش حاجة صغيرة ابدا، ومحدش يقدر يتخيلهم، واكيد هيلاقي طريقة علشان يكسر التشكيل ده بنفسه. ونرجع تاني عند بطلنا اللي واقف يفكر في اللي حصل، فبيلاحظ ان اصابات الوزير وين اتعالجت بسرعة، وبيقول في نفسه ان التشكيل ده عنده شوية عمق، ومن الواضح كده انه هيحتاج يخرج كل اللي عنده. وبعدها بيهجم مرة تانية بتقنية السيف ال9 محن، وهو بيقول له وريني ازاي هتتعامل مع الحركة دي بقى. لكن الوزير بيستخدم التشكيل علشان يصد الهجمة، وبيقول لبطلنا بلاش تكون متعجرف بالشكل ده، وبيحاول يضربه باستخدام التشكيل، لكن بطلنا بيتخلص من هجومه في ثواني. بعدها بيقف يفكر وبيقول في نفسه ان من الواضح انه هيحتاج يلاقي طريقة يكسر بيها التشكيل ده. وفي الوقت ده جنية النظام بتظهر وبتقول لبطلنا مفيش داعي انه يقلق خالص، فهي قدرت تلاقي طريقة عشان يحطموا التشكيل ده بالفعل. فبيقف يصد هجوم التشكيل عليه وبيقول لها طب خلينا نشوف الطريقة اللي انت حضرتها لي دي. فبتقول له ان النظام قدر يحدد ان بطلنا عنده رغبة شديدة في انه يكسر التشكيل ده، وعلشان كده هتديله هدية خاصة وهي عين البصيرة العليا، وبتفعلها في نفس الثانية. فبيقول بطلنا في نفسه في الوقت ده انه كان فاكر ان هو هياخد عيون وونج كينج النارية، لكنها في الحقيقة عيون سماوية زي بتاعت يانج جيان. واول ما بيحصل على قوتهم بيقول لها حلوة قوي، يلا خلينا نشوف فين نقطة ضعف التشكيل المستفز ده. وبالفعل بيقدر بطلنا يشوف التشكيل بشكل واضح جدا، وبالشكل ده بيعرف نقطة الضعف اللي فيه وبيهجم عليه بكل قوة باستخدام سيف المحن ال9. فترى بطلنا هيقدر ان هو يكسر الحاجز ده ولا لا؟ ولا هيقدر بطلنا ان هو يخلص عليهم؟ والبنت المساعدة للوزير اليميني يا ترى هتعمل ايه؟ ويا ترى ايه هي قوتها الغامضة؟ كل ده باذن الله هنعرف الحلقات الجايه. عشان كده عزيزي المشاهد بقولك تنضم للتليجرام علشان تعرف المواعيد اللي هننزلها على طول، وتعمل لايك علشان نوصل الفيديو ده لاكتر من 3000 لايك، وتعمل اشتراك علشان نوصل 100,000 مشترك في اسرع وقت ممكن. اهم حاجه تفعل زر الجرس عشان اي حاجه بننزلها تتفرج عليها انت اول واحد واول باول. بس عزيزي وعزيزتي المشاهد عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، ما تنسوش تدعوا لاخوانكم في خزن ربنا ينصرهم ويفك كربهم ويسدد ربهم، ولو عرفت قطع ولو عرفت تدعمهم باي شكل من الاشكال لا تقصر اخي في الله، فده واجب علينا كمسلمين. بس عزيزي وعزيزتي المشاهده ويا اساطير اشوفكم في الحلقات الجايه. سلام يا ابطال. صاحي كي تستريح